اللي من نصيبك مش هيروح لغيرك، واللي مكتوب لك اللي هيحافظ لك عليه اللي كتبه لك سبحانه وتعالى. فخد بأسباب الاستثمار في الحب بالعطاء والكرم والتسامح، لكن توقف عن المراقبة والضغط والأسئلة الخانقة. اللي عايز يخونك أو يعمل حاجة من وراك هيعملها مهما حلقت عليه. فاستثمر في الحب بالعطاء والتسامح، وفوض أمرك لربنا سبحانه. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جايلكم النهاردة فيديو جديد وفكرة جديدة تنفع برضو للصيف وللمصيف. النهاردة ان شاء الله الفيديو الثالث في الاكلات اللي انا بعملها دي. تنفع يا جماعة لاكلات الصيف. يعني اكلات الصيف، الصيف مش بيحب الطبيخ بقى والتسبيكات والحاجات دي، فبيبقى عايز الولاد، يعني بيبقوا عايزين حاجات خفيفة، واحنا كمان بنبقى عايزين حاجات سريعة ما نقفش في المطبخ في الحر كتير. تمام. تنفع برضو للمصيف لانها بتبقى حاجات سريعة خفيفة، حاجات زي تيك اواي كده، فاهمني؟ حاجات كده تاخديها تاكليها وانت واقفه وانت قاعده وانت بتتمشي، فاهمني؟ فان شاء الله الفيديو ده يعجبكم وتاخدوا منه فكره ولو بسيطه. بس قبل ما نبدا، عايزاكي لو لسه ما اشتركتيش في القناه انزلي دلوقتي حالا اشتركي وفعلي زر الجرس عشان كل الفيديوهات اللي بنزلها توصلك اول باول. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك علشان ده اللي بيرفع الفيديو. ربنا يفرحكم يا رب ويكبر بخاطركم ويسعدكم يا بنات. وسيبلي تعليق حلو منك بقى وقولي لي بتتابعيني منين وايه اكتر فكرة عجبتك. ولو شفت الفيديوهات اللي فاتت قولوا لي ايه اكتر فيديو عجبكم واستفدتوا منه. ولو لسه ما شفتوهاش ارجعوا شوفوها، بجد هتعجبكم قوي، فيها افكار حلوة. يلا نبدأ ونقول بسم الله. اول حاجة كده في اول الفيديو انا كنت حطيت بطاطس تتسلق. دول يا بنات كانوا حوالي 3 حبات بطاطس متوسطة، يعني اقل من نص كيلو. تمام. سلقتهم وبعد كده صفيتهم، ما خليتش فيهم ميه خالص، وهرستهم بالشوكه، ما خليتهمش بيوري قوي، يعني ما خليتهمش كده زي العصير. لان البطاطس لما كنت بعملها في الكبه كانت بصراحه بتخلي الفراخ ملزقه جدا. فالوقتي انا قلت بلاش اعملها في الكبه مع الفراخ، هرستها بالشوكه لوحدها. تمام. وكانت ناشفه ما فيهاش ميه. جبت برضو حوالي 600 جرام من صدور الفراخ، او يعني ممكن تجيبي بانيه لو عندك وتفرميه نص كيلو، ازيد اقل حسب الكميه اللي انت عايزاها. يعني انا بديك الفكره والكميه دي بتاعتكم يا بنات. عملت ايه؟ جبت الفراخ دي قطعتها وحطيتها في الكبه، فرمتها كويس. بعد كده حطيتها في طبق كبير، حطيت عليها البطاطس اللي انا هرسها بالشوكة. حطيت عليها البهارات بقى اللي انت عايزاها. حط عندك 7 بهارات. عندك ملح وفلفل، وحطيت شوية شطة. حطيت اللهم صل على النبي، انا حطيت ايه تاني؟ جنزبيل. عايزة تحطي مرقة فورية حطي، عايزة تحطي اللي انت عايزاه حطيه. تمام تمام. بدأت بقى بايدي كده ان انا اعجنها كويس قوي، اخلطها مع بعضها كويس قوي. لاني انا قبل كده كنت بحطها في الكبه كانت بتتخلط مع بعضها وتبقى ناعمه عن كده. تمام. بس انا حبيت المره دي اعملها كده مش في الكبه، اخلط كل حاجه، يعني اعمل كل حاجه لوحدها وبعد كده اخلطها علشان ما تكونش سايبه قوي. حطيت كمان بيضه يا بنات. البيضه دي بتخلي عندي العجينه هشه ومنفوخه وماسكه نفسها وما تكونش من جوه معجنه. تمام تمام. يعني البنات اللي بيبقوا خايفين مثلا ان البطاطس من جوه تخلي الحتة البانيه او الكفتة تكون معجنة، والله ابدا يا بنات، بتكون منفوخة ومنفوشة كده وطعمة جدا وطعمها زي العسل، احلى بكتير قوي قوي قوي. ثانية واحدة. المهم يا بنات، اللهم صل على النبي. آه البانيه اللي بره ده لو جيتوا تاكلوه بتحسوا ان هو عجين، ما بتحسوش بطعم الفراخ. تمام. البانيه اللي انا بعمله ده جربيه وما تفتكريش ان طعم البطاطس هيكون ظاهر فيه او تكون مثلا عجينة، ابدا والله العظيم يا بنات. انت لما بتاكليه بتحسي ان هي فراخ، كل دي فراخ، ما بتحسيش بطعم البطاطس خالص. تمام. ما بحطش برضو بهارات كتير قوي عشان ما اضيعش طعم الفراخ، لان البانيه بتاع الشركات لما بتيجي تشتريه انت بتاكلي عجينه بس، اللي بيبقى ظاهر في بقك قوي طعم التوابل. انت بتاكلي توابل بس مش عارفه ده ايه، مش عارفه تحددي الطعم طبعا لان كل ده بيبقى عجين. تمام. البانيه اللي انا بعمله ده اولا اقتصادي، لان انا بضاعف الكميه
وما شاء الله ال 600 جرام فراخ اللي انا حطيت عليهم مثلا اقل من نص كيلو بطاطس. يعني قولي مثلا هيعمل لي كيلو عجينه، العجينه دي هتعمل لي الكيلو ده هيعمل لي وجبات بسم الله ما شاء الله. تمام. طبعا هي تقسميها على حسب افراد اسرتك وعلى حسب اسرتك كبيره ولا صغيره. تمام. فهي دي كده اقتصاديه. تاني حاجه طعمها حلو جدا عن اللي احنا بنشتريه من بره بكتير، يعني طعمها مش متغير ان انت تعملي حاجه كتوفير او تقتصدي فيها وخلاص، لا ده طعمها حلو وتغيير. يعني احنا بناكل بانيه اللي هو البانيه الشرايح، بناكل الفراخ، بتعملي مثلا شاورما، لا انت كده بتجددي برضو في سفرتك، يبقى انت كده بتقتصدي، بتوفري في الميزانية، بتعملي اكلات جديدة، طعم جديد داخل سفرتك، اكلة جديدة وطعم جديد ولادك مش هيزهقوا منه. دي حاجة. تاني حاجة اكلات سريعة، مش هتقفي في المطبخ كتير، انت يا دوب هتطلعي من الفريزر تحمري وانت واقفه جنب شويه مكرونه تعمليها، انت كده عملت شويه غدا. عندك الصلصه جاهزه وهتسلقي المكرونه وتحمري البانيه، انت كده عملت غدا. عندك مثلا ابنك او بنتك رايحين الدروس، زي ما قلت لك كده، ابنك او بنتك رايحين الدروس وانت ما عملتيش غدا او مش لاحقه مثلا ان هم يقعدوا على الغدا، هتطلعي حتتين بانيه تحمريهم، تعملي سندوتش كده بنتك او بنتك ياكلوه وهم ماشيين او هم رايحين الدرس رايحين التمرين. اي حاجه. لو انت خارجه مثلا بره ومش موجوده في البيت وجوزك رجع او ولادك وبرضو مفيش اكل، هيطلعوا يحمروا حتتين بانيه او حتتين ستريبس او كفته اللي انت هتعمليه الشكل اللي انت هتعمليه، ويبقى كده الاكل جاهز في البيت. يبقى انت كده بيتك عمران، عندك حاجة تأكلي بها ولادك تشبعيهم. مهما كانت بقى ظروفك، بتشتغلي اتأخرتي خارجة وراكي ظروف، مش موجودة في البيت، موجودة ومش قادرة تعملي، تعبانة لا قدر الله اي حاجة، انت كده سترة بيتك والفريزر بتاعك مليان وعمران بحاجة بسيطة واقتصادية. تمام. وبرضو يا بنات عايزة اقول لكم ان الاكلات دي ولادنا بيحبوها جدا، يعني ولادنا سبحان الله بيحبوا الحاجات اللي بره اكتر. يعني انا لما بعمل الحاجات دي، عندي فراخ عندي لحمه واقول لولادي مثلا هنتغدى ايه النهارده مثلا، يختاروا الحاجات دي. انا بعمل مثلا العجينه دي بعمل منها كذا شكل، بعمل منها صوابع ستريبس، بعمل منها كفته، بعمل منها اللي هو بانيه الشركات ده بعمله مدور على شكل البرجر. طبعا هو كلها عجينة واحدة وطعم واحد، بس انت تفنيني بقى فيها. تمام. الستريبس طبعا هيبقى يعني هو وهيبقى مقلي جنب المكرونة زيه زي البانيه. تمام. الكفتة بعملها من غير ما احط عليها كريسبي، فبتبقى كفتة فراخ كده. البرجر هتحطيه في عيش برجر وعليه بقى الصوص والحاجات دي والحركات، فهيغير بعض برضو الطعم شوية. فانت كده عملت كذا أكلة وهما ما هيحسوش ان دي عجينة واحدة او طعم واحد، فاهميني؟ فلما بقول لولادي نتغدى ايه النهارده، هنا برجر، هنا كفتة، هنا بانيه، هنا فراخ، هنا لحمة، يختاروا الحاجات اللي انا عاملاها دي، الحاجات اللي هي السريعة. تعملي برضو منها الكريب يا بنات. طبعا ولادنا كلهم بيحبوا الكريبات، طبعا ده العشق. فانت بقى ممكن تجيبي عيش الكريب، او لو انت بتعمليه في البيت وتعملي لهم بالبانيه اللي احنا عاملينه ده. انت كده برضو لو انت هتعملي النهارده بانيه ومكرونه وهتعملي لهم برضو بكره بانيه، هتقطعيه وتحطيه في اللهم صل على النبي في الكريب، انت كده عملت لهم اكلتين مختلفين، وهيبقوا فرحانين وطايرين من الفرح ومن السعاده بالاكل اللي انت بتعمليه ده. وفي نفس الوقت انت ولا وقفتي كتير ولا صرفتي، وما شاء الله يعني حاجات حلوه قوي. تمام. بصوا بقى، انا عملت دلوقتي اقل من نص الكميه، عملت 6 قطع من البانيه اللي هو شكل البانيه الشركات، عملت 6 قطع من الاقراص مدورة كده زي البرجر وغلفتهم. انا ليه بعمل 6 قطع؟ علشان احنا يا بنات 3 افراد، بعمل لكل فرد قطعتين. طبعا القطعة بسم الله ما شاء الله محترمة، تخينة وسميكة كده يعني، وكبيرة وحلوة، مش صغيرة. لما بحطها كمان في الخليط اللي انا عاملاه ده دقيق وميه، بس دقيق وميه، مش حاطه بيض ولا لبن ولا اي حاجه. لما بحطها في خليط الدقيق والميه وبعد كده احطها في الكريسبي،
حجمها بيكبر اكتر، فاهميني؟ فبتبقى الحته بسم الله ما شاء الله محترمه. يعني انت لو ابنك صغير، اطفالك صغيرين خالص، انك او بنتك صغيرين بتاع مثلا في حضانه او كده، هيكفيهم قطعه واحده. لو كبار زي كده، انا عندي في 5 ابتدائي وعندي في 3 اعدادي، ما شاء الله ربنا يبارك لنا وليكم، القطعتين حلوين قوي، بيكفوا قوي قوي، بيبقوا يعني بيبقوا شبعانين جدا وقايمين واكلين وشبعانين الحمد لله. لو شباب برضو هتكفيهم. يعني انا عن نفسي مش بقدر اكمل القطعتين، انا عن نفسي. تمام. فبألف هنا على قلوبكم. انت هتعملي الاكلة او الوجبة على عدد افراد اسرتك. انتوا هتحطي مثلا 4 قطع، 5 قطع، 6 قطع، 8 قطع، شوفي افراد اسرتك ايه وهتعملي العدد ده. تعملي وهتلاقيها موفرة معاكي جدا، وبسم الله ما شاء الله، يعني حاجة فوق الوصف. عفوا يا بنات. عايزاك بس قبل ما نكمل، بالله عليكي بالله عليكي ربنا يسعدك ويفرحك وتزوري الكعبة في اقرب وقت، انا وانتي بحق جاه النبي يا رب. يلا هتحطي لي لايك وتعملي اشتراك وتسيبي لي تعليق حلو منك. تمام. ربنا يكبر بخاطركم يا بنات عشان القناة تكبر. بصوا بقى، هعمل دلوقتي الستريبس. جبت صينيه كده لها الحواف بتاعتها يعني مش كبيره قوي، فحطيت تحتها استريتش راب او كيس تلاجة، يعني افتحيه وحطيه. وبعد كده حطيت حته عجين، وبعد كده فتحت كيس تلاجة ودهنته زيت وحطيته من فوق، وسويت السطح بتاعها خالص، فردتها كلها في الصينيه وخليتها سمك واحد، ما تكونش حته تخينه وحته رقيقه علشان تبقى كلها مظبوطه. تمام. بحط الكيس كده وبمشي ايدي بسوي السطح بتاعها خالص يا بنات. والطروف برضو بحاول اجيب الكيس او المشمع اللي انا فرشاه ده من الطروف واتنيه، واخلي الطروف كلها متظبطه، يعني سمك واحد كده، فاهميني؟ بحيث انها تبقى لما بعملها صوابع بتبقى شكلها حلو او متساويه. تمام. الوقت بقى بمشي عليها السكينه وهي لسه طريه كده عشان اعملها صوابع، ودي اللي هعملها الستريبس. نفس العجينه وهعملها بنفس الكفر، بس الشكل مختلف. وطبعا الاطفال لما يجي ياكلوا هيحسوا ان هم بياكلوا حاجه تانية خالص. فدي الفكره بقى، دي الفكره والشطاره بتاعتك، ان انت لما تعملي منها كذا شكل بتحسسيهم ان هم كل يوم بياكلوا اكله جديده، ما بياخدوش بالهم خالص ان هي نفس الطعم. او ممكن تغيري في الصوصات بقى، فاهماني؟ فانت كمان ممكن تعمليها ايه، ممكن تفرديها كلها على مشمع كبير او كيس تلاجة كبير، وتعمليها بالقطاعة كده نجوم، قلوب، دوائر صغيرة. الحاجات دي والاشكال دي برضو الاطفال بيفرحوا بيها جدا. تمام. يبقى كده احنا عملنا ناجتس. اللهم صل على النبي. دلوقتي هعمل ايه يا بنات؟ الكمية اللي فضلت دي هعملها كفتة ومش هغلفها، هعملها كده كفتة، ناكلها كده ككفتة فراخ. طعمها روعة فوق الروعة. طعمها حلو جدا. كفتة فراخ بقى، ولا بيحسوا ان فيها بطاطس ولا بيحسوا ان فيها اي حاجة. لو البنات مقلقة ان هم يجربوا، جربوا يا بنات في كمية قليلة بس. بالله عليكم اللي تجرب وتطلع حلوة معاها او تحبها تقولي، واللي برضو مش عاجبها الطعم تقولي، بس ان شاء الله هتعجبكم، هتعجب اولادكم واسرتكم كلها باذن الله. تمام. تمام. هنيجي بقى للاضافات. في اللي مش عايز يعمل او يزود الكمية بالبطاطس، ممكن يزود الكمية ببقسماط. بس هقولك انا جربت كل حاجة. تمام. وهقولك دلوقتي ممكن تزودي الكمية بفول صويا، وممكن تزودي الكمية اللهم صل على النبي، بتاع اللي هو ده يا بنات، اسمه ايه؟ برغل. هتقولوا لي ينفع البرغل؟ اه والله انا جربت البرغل، جربت دقيق، جربت البقسماط، جربت يعني الدقيق والنشا، جربت البقسماط، جربت البرغل، جربت الفول الصويا، جربت البطاطس. واللي انا اعتمدتها وبقالي سنين بعملها البطاطس، يعني معتمداها من فترة، لان ده اقرب حاجة وبتخليه مش يعني الطعم مش باين خالص ان هو ان في اي اضافات، بتحس ان انت بتاكلي فراخ بس، وتبقى طعمها حلو. البرغل حسيته مش حلو او مش لايق، لان هو بيليق على اللحمة اكتر. الفول الصويا
قالوا ان هو غلط للي عندها اولاد. طيب ماشي، للي عندها بنات ما عندها زوج برضه. ما ينفعش ان انا اقول انا عندي بنات هعمله وانا عندي زوجي. تمام. فما بطلته، انا استعملته فتره وبطلته. الدقيق والنشا برضو بحسهم بيخلوها زي العجينه كده، فاهميني؟ فاقرب حاجه توصلت لها ان هي البطاطس احلى طعم. تمام. فجربوا يا بنات، مش هتخسروا. قبل بس ما اكمل معاكم، انا دلوقتي حطيت الصينيه اللي انا كنت عاملاها دي الستريبس، حطيتها طبعا في الفريزر عشان تتجمد، لان ما ينفعش اعملها وهي صوابع كده طريه، ما ينفعش احطها في الخليط وبعدين احطها في الكريسبي، هتتبهدل مني او هتتقطع مني. فلازم تحطيها في الفريزر تتجمد. انا حطيتها حوالي من ساعتين ل3، مش فاكره والله يعني، فاهميني؟ حطيتها وبعدين كملت تصوير. كمان البانيه بتاع الشركات اللي انا كنت حطيته، كنت عملته حطيته برضو في الفريزر. فدلوقتي طلعت الستريبس اعمله، احطه يعني في الكفر، اعمله كفر، وخليت البانيه اللي انا عاملاه والكفته حطيتهم في الفريزر. ودلوقتي لما اخلص الكميه كلها اطلع كل حاجه عشان نحطها في علب ونفرزها مع بعض. تمام. الستريبس هو انا مشيت عليه كده بالسكينه، فصلته من بعضه تاني وطلعت واحدة بواحدة. يعني انا بطلع واحدة بواحدة احطها في الخليط بتاع المية والدقيق وبعد كده في الكريسبي. ما فككتوش كله من بعضه عشان الجو حر وممكن يسيح مني تاني. فاجي اعمله يعني على ما خلصت الكمية واخر واحدة اتقسمت مني نصين، بس انا لزقتها يعني. ما حدش اخد باله، بس انا بقول لكم على الجريمة اللي حصلت. تمام. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. الكمية عملت يعني كمية حلوة أوي معايا. دي الكفتة ما شاء الله، برضو دي وجبة حلوة وكبيرة وحلوة، وهتكفينا وهتشبعنا الحمد لله يعني. دول ال6 قطع برجر برضو عملتهم وجبة واحدة. وعندي 6 قطع من البانيه الجاهز برضو هعملهم وجبة واحدة. عندي الستريبس بقى هو اللي عمل معايا ما شاء الله كمية حلوة، ده قسمته على وجبتين يا بنات ما شاء الله. فبسم الله ما شاء الله يا بنات، نص كيلو او 600 جرام دول عملوا معايا 5 وجبات. 5 وجبات من 600 جرام. قولي مثلا لو هجيب نص كيلو هيبقى ب100 جنيه، نص كيلو بانيه. ولو كلف اكتر من كده، لو كلفك 150، لو كلفك 200، انت برضو الكسبانة. بس هو مش هيكلفك اكتر من 100 120 جنيه، 130 جنيه يعني اقصى حاجة. فاحنا عملنا النهاردة 5 وجبات اقتصادية، طعمها حلو، تنفع لأكلات الصيف السريعة، تنفع للمصيف، تنفع لجوه آخر الليل وبين الوجبات، وحد جالك على فجأة. بصوا تنفع لكل حاجة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ولو بفكرة صغيرة. بالله عليكي بقى ما تنسيش اللايك والاشتراك، وسيبيلي كومنت حلو زيك كده. وأشوفكم على خير الفيديو الجاي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لا تكسر لي قلبا ولا تصعب علي أمرا، واكفني اللهم جهد البلاء وسوء القضاء. يا